حينما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما موجبات الإيمان، يعني إيه اللي يدين الإيمان؟ أم قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. دي اسمها إيه؟ تعدى مرتبة الخيانة العظمى. تبقى الخيانة العقدية العظمى إيه؟ الشرك بالله. دي حتى خدناها من قوانين الوضع، وإن كانت القوانين الوضعية مش غرضها إنها تأكد حاجة تانية، يبقى بالراحة كويس كده. فالحق سبحانه وتعالى بيقول أصل القضية الإيمانية أن الله سبحانه وتعالى يريد منكم أن تعترفوا بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له. حين تعترف بأنه الإله الواحد الذي لا شريك له، تلك حصن الإيمان. ولذلك يأتي الحديث اللي يقولوا عليه حديث قدسي، يقول لك إن لا إله إلا الله حصني، ومن دخل حصني أمن عذابه. أبو ذر لما قال للنبي المحاورة اللي حدثت بينه في الآية دي، قال له من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. قال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. قال بيجيب مطب يعني. قال له وإن زنى وإن سرق. قال له يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. قال له وإن زنى وإن سرق. يا رسول الله وإن زنى وإن سرق. قال له وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. أبو ذر غيران. أبو ذر رضي الله عنه إيه؟ غيران. أنت غيران صحيح. هو ساعة ما قال له رغم أنف أبو ذر دي زعلت أبو ذر؟ أبدا ما تزعلوش. ولذلك كان لما يجي يحكيه يقول إيه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة ورغم أنف أبي ذر. مبسوط. ليه؟ لأنها فتحت إيه؟ فتحت وجه. لأن إذا لم يكن هذا يبقى ما الفارق بين من اعتقدها وقالها وبين من لم يقلها؟ ايش يجي الفرق ازاي؟ يبقى لازم يكون لها تميز ولا لا؟ يبقى له تميز. وكل جريمة موجودة في الإسلام الله جرمها، يبقى إذن أنها قد تحدث. ساعة يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، مش برضو أجاز أن يسرق المؤمن؟ جاز. طب الزاني والزانية برضو أجاز. غفلة من الغفلات وتحصل منه حادثة من الايه؟ من الحوادث. انما دي بقى الاستغفار يقوم يقول لك صلي وما بين الصلاتين كفارة، مش كده ولا لا؟ الصلاة للصلاة كفارة لما بينهم، الجمعة للجمعة كفارة، الحج مش الصوم كفارة، الحج كفارة. يعني ربنا بيعمل اوكازيونات متعددة عشان المغفرة وعشان الرحمة. فالحق سبحانه وتعالى بيقول إن الله لا يغفر أن يشرك به. الله إيه؟ استوينا في العبودية، يبقى ما فيش حد يعمل على حد ايه؟ لا. يبقى المسألة لمصلحة مين؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به، لأنه لو غفر أن يشرك به لتعدد الشركاء في الأرض، وحين تتعدد الشركاء في الأرض يبقى لكل واحد ايه؟ إله، وما دام لكل واحد إله تفسد المسألة. إنما الخضوع أن يوجد إله واحد نأتمر جميعا بأمره، وحين نأتمر جميعا ويا بعض بأمره فلا سيادة لأحد ولا عبودية لأحد عند أحد. يبقى إن الله لا يغفر أن يشرك به لمصلحتنا ولا لا؟ لمصلحتنا. إن الله ويغفر ما دون ذلك لمن إيه؟ لمن يشاء. بيقولوا بقى إن سبب الحكاية دي إن وحشي قاتل حمزة لما ذهب بقى وكانوا قالوا له ان قتلت حمزه هنعتقك، وبعدين ما لم يوفوا له بالايه؟ بالعهد، وبعدين راح وندم وحب يؤمن، وبعدين ارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ومعه يا رسول الله احنا عايزين نؤمن، لكن احنا سمعنا والذين يدعون مع الله الها اخر دي واحنا دعونا مع الله الها اخر فنخاف اننا ايه؟ ما ندخلش في المغفرة والرحمة. قال إلا من تاب وآمن وإيه؟ وعمل. قالوا يا رسول الله يمكن ما نقدرش نعمل العمل الصالح اللي هو قال ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أم لعل المشيئة لا تشملني، فأنزل الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. إذن المسألة كلها إيه؟ تلطف بخلقه.
واعتبار عمليات الغفله دي طارئه للبشر، وما دام الحق يقنن تقنينات يبقى من الجائز انها تحدث، من الجائز انها تحدث. بس بقى اذا حدثت معصيه من واحد ثم استغفر عنها، اياك ان تجيب لها سيره عنده تاني. افرض واحد شهد زور، افرض واحد عمل ذنب ثم استغفر الله منه وتاب، اوعى تقول له يا شاهد الزور، لانه استغفر من يملك المغفره. ما تعملش انت بقى انه مذنب عندك، بقى اللي يملكها بقى خلاص انتهت الايه؟ انتهت. ليه؟ علشان ما يذلش الناس بمعصيه فعلت، ما يذلش الناس بمعصيه فعلت، بل بالعكس، لان اصحاب المعاصي الذين اسرفوا على انفسهم يكونون في نظر بعض الناس هينين، يقول لهم لا، ده كلما لزعته التوبه وندم على ما فعل كتبت له حسنه. ليه؟ لأنه ذاق المعصية ومع ذلك تاب عنها. ذاق المعصية وتاب عنها. أم قال أدي السبب في إن الله يبدله إيه؟ فلما بقى نعرف إن ربنا يبدل سيئاتهم حسنات، نقوم إحنا من إيه؟ ما نحتقرش المسرفين على أنفسهم ونفرح بإنهم تابوا، ولا نقعدش إيه؟ نعمل لهم أثر رجعي في الذلة. نعم. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله. إذا فالذي يقدح في هذه القضية وإذا سألك عبادي عني فإني إيه؟ قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. كل واحد يقول يا ما دعيت ربنا في أشياء، نقول له يا أهبله من الخير لك أنك لا تجاب. وبعد ذلك يترك الحق لقضايا الوجود السائدة في المجتمع أن يجيبك إلى شيء ثم يتبين لك منه الشر، لتعلم أن قبض إجابتك عنك كان هو عين الخير. لازم يديك كده عينة. يبقى إذن ولذلك الدعاء له شروط كمان. يدعو أحدكم بكذا ويدعو كذا، ومطعمه من حرام، مشربه من حرام، وملبسه من حرام، أن يستجاب له. الجهاز الداعي جهاز بايظ، جهاز الداعي جهاز بايظ. إذن فعدم الإجابات إما لأن جهاز الدعوة جهاز بايظ، وإما لأنك دعوت بشيء فعلمت الخير فيه فلا يريد الله أن يسير على وفق حمقك، ولكنه يأخذ بيدك إلى مجال حكمته ويمنع عنك ذلك. وهو شيء آخر قد يحجب عنك الدعاء، الإجابة، لأنه إن أعطاك ما تحب فقد أعطاك في خير الفانية، وهو يحبك فيبقي لك الإجابة إلى خير الباقية. دي ارتقاءات يعطيك إلى خير الإيه؟ إلى خير الباقية. وبقى ارتقاءات أخرى، إن ما دام الدعاء كده ذلة ومناجاة لله وخضوع، أنا أريد أن أسألكم، لو أنك جالس وبعد ذلك رأيت بالباب طارق دائما يأتي ليلح في سؤال، فساعة لا تحبه تقول للتابع عندك اعطيه خليه يمشي بعيد عنه. وواحد تاني تقول له ليه وعايزني ليه وتروح مش عارف ايه وايه إذن فالمسألة أن الله سبحانه وتعالى جاء في الحديث أنه إذا سأل عبد ربه مسألة يقول الحق سبحانه وتعالى يا جبريل أعطه مسألته فإني لا أحب أن أسمع صوته، سد حقه عنه. والتاني يقول له لا ما تسيبه ما تدلوش دي، خليه كده خليه ينغم وياي، فأنا أحب دعاءه، فأنا أحب دعاء، لأن الإنسان مرتبط بمسائل وبيحبه. يوم ما دام ما جاتش يقوم يقول يا رب يا رب يا رب، دي بقى يطرب منها الحق، يطرب منها الحق. يقول ايه من عبادي من احب دعاءهم فانا ابتليهم ليقولوا يا رب.
برضه لما يقضي له الحاجه بتاعته يمكن يسكت، لكن لما الحاجه بتاعته هتقعد هيتن يقول ايه؟ يا رب اعطيني، يا رب اعطيني. يا جبريل ما تديهالوش دلوقتي ده، خليه كده يقعد خليه يقعد ينغم في الكون يا رب دي، خليه ينغم في الكون يا رب يا رب. يقوم الانسان المؤمن بقى ما يجعلش حظه من الدعاء ان يجاب، انما حظه من الدعاء ما قاله الحق. قل ما يعبأ بكم ايه؟ ربي لولا دعاؤكم. معنى الربوبيه والمربوبيه انك انت تفضل تقول له يا رب اديني، يا رب اديني، يا رب اديني. وديا انا ضربت لها مثل ولله المثل الاعلى. قديما قلت ان الانسان اذا كان له ابن مثلا ويعطي له مصروفه كل شهر، خلاص خد حظه من ايه؟ من ابوه. يمكن ما يحرص على انه يشوف ابوه الا كل ايه؟ لكن بقى تعالى كده خليه يديله مصروفه كل يوم، وابوه يتاخر شويه، الواد يمشي على الباب ويتنحنح ويروح وابوه ازاي مش عارف يقوم ربطه بالحاجه عنده امتداد لانسه بصوته، امتداد لانسه بايه؟ بصوته. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعان فليستجيبوا لي إن أرادوا أن أجيبهم بأي لون من ألوان الجواب التي قلناها فليستجيبوا لي. حين يستجيبوا لله سبحانه وتعالى فيما دعاهم إليه، أنت الله دعاك، استجب له حتى تكون أهل أنك إذا دعوته، وإذا ما دعاك ربك فاستجبت له قنعت بما يجريه عليك دون ما تقترحه عليه. كل حاجه تبقى حلوه، كل حاجه ايه؟ ودي السبب في انه بيقول من شغله ايه؟ ذكري عن مسالتي اعطيته اضعاف ما اعطي الايه؟ هو سيدنا ابراهيم حين القي في النار ماذا حدث؟ قال له الك حاجه؟ لم ينفي ان له حاجه. ما فيش استكبار على البلوى، ما فيش استكبار على البلوى. قال له اما اليك فلا. ليه حاجه؟ ليه حاجه صحيح، ليه حاجه، انما مش ليك انت. ليه؟ لانه يعلم جيدا ان نجاته من نار مطبوعة على أن تحرق وألقي فيها عملية ليس لخلق أن يحجب ناموس النار عن الإحراق إلا من خلق النار. يبقى دي حكمة في الدعاء. قال له أما إليك فلا. لجبريل قال له أما إليك فلا. بيقول له جبريل بيقول له ألك حاجة؟ قال له أما إليك. يبقى ليه حاجة ولا ماليش؟ لا. ليه ما استكبرش على الابتلاء؟ لأن صحيح الله يبتلي، إنما مش عايز الإنسان يبتلي. لما الإمام علي حين دخل عليه إنسان يعوده وهو مريض فوجده يتأوه، قال له أتتأوه وأنت أبو الحسن؟ قال أنا لا أشجع على الله. أنا هعمل فتوة عليه، هو عايزني أقول لازم أقول أنا لا أشجع على الله. وإلا هات إنسان كده ويريد أن يختبرك كده ويمسك إيدك وعايز يبين لك إنه يعني فتوة. إن كنت واد ذوق لازم تجي تقول له يا شيخ سيب ايدي، ممكن تقول له ايه يعني لا انا لا اشجع على مين؟ انا لا اشجع على الله. عايزني اقول لازم اقول مفهوم؟ فقال له اما اليك فلا. خلاص كده. فاستمع لما يوحى انني انا الله. الاول واني ايه؟ انا ربك، عشان يطمئنوا انا اللي بربي وانا اللي بعمل وانا حنين عليك، ده انا حنين على الكافر اللي بيعصاني ومش عارف ايه، يطمن. لكن دلوقتي بقى يقول انا الله صاحب التكاليف، بقى هقول لك اعمل كذا واعمل كذا، والتكاليف دي بتبقى شاقه شويه، يبقى من عطاء الالوهيه تكليف، انما عطاء الربوبيه ايه؟ تشريف. كلنا ننهب، ده الواحد بده ياخد اللي مش له، مش عايز حاجه دي ابدا، يعني اللي ماليه اللي مش ليا بدي اخده في مسائل الدنيا. انني انا الله، وما دام انا الله يبقى ايه؟ معبود. ومعنى معبود يعني ايه؟ ليا اوامر تطاع. طب اول حاجه القمه الينبوع اللي هيصدر عنه كل السلوك الايماني ايه؟ انني انا الله لا اله الا انا، هي خير ما قلته انا والايه؟
هي دي لا اله الا الله. ما دام ما فيش الا هو يبقى ما يصحش نتلقى اي امر من غيره، ما يصحش نعتمد الا عليه، ما يصحش يشغل قلبنا الا ايه؟ الا هو. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يريد من خلقه ان يكونوا عقلاء. يقول لك وتوكل على الحي الذي لا يموت. ان كنت ناصح ما تتوكلش على واحد كده يقول لك ده اللي هيعمل لي، يمكن يفطس الصوت ما تلاقيش. فان كنت ناصح بقى توكل على ايه؟ على الحي الذي لا يموت، مش كده؟ اجعل بربك كل عزك يستقر ويثبت، فاذا اعتززت بمن يموت فان عزك ميت. انني انا الله لا اله الا انا. مش هتتلقى اوامر من غيري، ما تخافش. قل لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغوا الى ذي العرش سبيلا. لان كانوا هيقولوا احنا آلهة كانوا لازم يدوروا على ربنا اللي عايز ياخد منهم الخلق ده وياخد الالوهيه، يروحوا له او يتوددوا له. لا حصل لا دي ولا انني انا الله لا اله الا انا. وما دام انا الله ولا اله الا انا اوعى تتلقى اوامر الا مني. ليه؟ لان يشترط في من يعطي الاوامر ان المامور ياخذ الاوامر دي على ثقه بان الامر لا ينتفع بشيء منها. انما يقول لك اعمل كذا ويمكن ينتفع به، يبقى هواه هيدخل. انما ربنا مش هينتفع بحد، تبقى اوامره لمصلحه مين؟ لمصلحتك انت. لان الله له صفات الكمال قبل ان يخلق الخلق، فمش ولذلك تقنين الله وتقنين البشر ليه بيختلف؟ قال لك لان تقنين البشر قد يدخل الهوى في المقنن. ان كان المقنن من العمال يخلي العمال فوق والرأسمالية يدهسها في الارض، وان كان في الرأسمالية يدهس يبقى له هوى. ثانيا انه يقدر يعدل، يطلع غلط في دي يقول لك نعدل لانه ما يعرفش. يبقى يشترط في المشرع بقى ان لا ينتفع بما يشرع، ودي ما توجدش الا عند الله. وان لا يغيب عنه شيء يمكن ان يستدرك فيما بعد يفوته عندما يقنن، ودي موجوده في البشر. يبقى اذا ما دام انا الله اعبدني وانا اعبدني، اطع اوامري واجتنب نواهي، لان ايه؟ انا ماليش هوى في الحكايه دي، انما هي مصلحتك انت. فاعبدني. وقلنا العباده الناس بتفتكر بس انها الصلاه والصوم والزكاه والحج. لا، العباده كل حركه في الحياه تؤدي الى واجب. كل حركه في الحياه. واحد هيصلي، لما يصلي اولا عايز يستر عورته، ادي اول حاجه. تستر عورتك بايه؟ تجيب شويه قماش. تجيب القماش منين؟ من تاجر مانيفاتوره، تبقى عوزته. تاجر المانيفاتوره جاي منين؟ من المنسج، المصنع اللي بينسج. والمنسج راح جاب الخيط من اللي بيغزل، واللي بيغزل جاب من القطن من اللي بيحلق، واللي بيحلق جاب القطن من اللي بيزرع، واللي بيزرع جابه منين؟ من الحرث والآلات والميه والمش عارف الايه والايه اللي بيعملها العلماء واللي بتعملها المصانع واللي بتعملها الامكانيات. يبقى عشان حضرتك تستر عورتك احتجت الى كل هذا الجهاز في الارض. يبقى كل عمل يتصل بالواجب يبقى واجب ولا لا؟ كل عمل يتصل بالواجب. يجي واحد يقول لك لا انا ما اكلش انا ما اشتغلش في الحكومه لان مالها مش عارف. تقول له طب فطرت ايه النهارده يا حبيبي؟ اقل حاجه خدت رغيف. اهو البقال اللي انت ما انتش عايز تشتغل بقال جاب لك الرغيف، والمخبز قاعد طول الليل يخبز ليك، واللي عجن قاعد يعجن. ان كنت بقى عايز تعمل كده اوعى تنتفع بحركه متحرك. انما تقعد لي وتنتفع بحركه المتحرك وتعمل لي تنبه تقعد تاكل في البيت كده كده، ما ينفعش الكلام ده. يبقى اذا ايه؟ ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما يجي يدعي الناس الى الصلاه يوم الجمعه، اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه يعملوا ايه؟ فاسعوا الى ذكر الله. عواطليه لا، وزروا البيع، كانه طلعهم من ايه؟ من عمل. طب وش معنى وزروا البيع؟ يعني بس كده البيع بس. طب والشراء؟
قال لك لا، اصل اللي بيشتري ده يمكن من مصلحته انه ما يلاقيش اللي يبيع له، يقول لك بركه يا جامع. انما اللي بايع عايز يبيع، يبقى حريص ولا مش حريص؟ طب واللي بيبيع ايه؟ سلعه بيبيعها لمين؟ لمستهلك. من مين؟ من منتج، والمنتج ده انواعه متعدده، بينتج زراعي ولا صناعي ولا الله. يبقى اذا بيقول ايه؟ روحوا للصلاه وذروا الايه؟ اخرجنا من عمل. خلاص. وبعد ذلك اذا قضيت الصلاه مفيش تنبله بقى في الجامع، فاسعى روحوا فين؟ ايه؟ انتشروا في الارض. تعملوا ايه يعني؟ وابتغوا من فضل الله. يبقى مخالفه الامر هنا فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع، زي مخالفته في فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله. دي امر وده ايه؟ وده امر. يبقى كل حركه الحياه ماخوذه مع بعضها، كلها عباده. ولذلك سيدنا عمر قال على الراجل ده اللي قاعد في المسجد ده مالوش شغل يعني بيه. مين بيصرف عليه ويأكله ويجيب له العيش؟ قال اخوه اعبد منه. اخوه اعبد منه. ليه؟ قال لك لانه بيوسر حركه للناس. ده احنا بس جبناها في اللي نستر العوره، ما جبناش في اللقمه، ما جبناش في غيرها، ما جبناش في اللي بده يتوضا من الحنفيه. حنفيه في المسجد كده ويفتحها ويتنبك كده ويقعد يتوضا كده ومش عارف ايه. شوف بقى كام سلسله امكانيات غني تطوع. وصانع جاء وقعد يركب، وصانع صنع الادوات، ومعامل وعلماء قعدوا يعملوا ازاي المصب في الماسوره يبقى مربع نصف القطر، وبعدين نعمل دي تبقى ايه، والجلده تحبس ازاي. شغله عشان تتوضا. يبقى اذا ما تحتقرش اي عمل، لانه كلها بتعمل الاعمال بتخدم بعضها. لكن المهم انت بتعمل وفي نيتك ايه. هذا الكلام. الكافر يعمل وفي نيته ان يرزق نفسه. لو المؤمن عمل كده يبقى ايه الفرق بينه وبينه؟ انت تعمل علشان تقوت نفسك وتيسر لاخوانك شيئا. هذه الاصول. مش بمجرد كده واحد سواق مثلا تاكسي وبعدين ربنا رزقه في اول النهار بقرشين كده ويروح ساكك البتاع ومش عارف ايه. طب واحد مريض وعايز يروح عند الدكتور، واحد وراه مش عارف ايه، واحد ما لقاش، بقال قاعد يبيع، وبعدين ربنا النهارده السوق جبر، وبعدين سك البتاع. طب اللي كان بياخد منه على الحساب ويجي العصر كده عشان ياخد شويه رز وشويه زيت وشويه مش عارف سكر عشان يعمل ايه دي. فاذا انت وانت بتعمل اعمل وفي بالك ايه؟ في بالك الغير. تبقى عباده بقى هنا، تبقى دين اللي اسمها الايه؟ تبقى العباده. تعمل على قدر طاقتك لا على قدر حاجتك، ثم تاخذ حاجتك من منتوج الطاقه، والباقي يرد على الناس. اما بترد صدقه واما بترد بثمن. لكن انت يسرت له السبيل ولا لا؟ يسرت له الايه؟ يسرت له السبيل. انني انا الله لا اله الا انا فاعبدني. يبقى العباده هي ايه بقى؟ كل حركه تؤدي خدمه في الكون. نيتك فيها ايه؟ نيتك الله. طب فاعبدني. العباده انواعها متعدده بقى. اشمعنى خص الصلاه بقى؟ واقم الصلاه لذكري. اقم الصلاه، اقمها يعني اقم الشيء، يعني اجعله قائما على اسسه، يعني محكمه، وضوءها كويس، اركانها كويسه سليمه، كل اعمالها. يبقى ده اسمك اقمت الصلاه. طيب اشمعنى الصلاه؟ اما قال لك لان الصلاه دي هي العباده التي لا تنحل عن صاحبها ما دام فيه نفس. لان لما نقول الزكاه لما يبقى عندي مال، الصوم لما ابقى قوي وقادر ولا مش مريض، الحج لما ابقى مستطيع. لكن الصلاه ملهاش عذر ابدا. تصلي قائما، فان لم تستطع تصلي قاعدا، فان لم تستطع تصلي مضطجعا، فان لم تستطع وانت مضطجع برضه تتحرك مش عارف ايه صلي ايماء براسك، فان لم تستطع او بجفونك، فان لم تستطع اخطرها على قلبك ما دام لك وعي. يبقى ما تسكتش ابدا وتتكرر دائما. الزكاه بتقعد كل ما يجي محصول ولا كل سنه، والصوم شهر في السنه، والحج مره في العمر. انما دي اللي بتتكرر وكل يوم كم مره؟ 5 مرات. ليه؟
علشان دائما تذكرك ان انستك مشاغل الحياه رب هذه الحياه. تنك جاي كده وتقف امام ربك كده، انت صنعته وانت وقفت كده. طب هات لي بقى آلة من الآلات المصنوعة للبشر، والمهندس اللي عملها بتعرض عليه الآلة كل يوم 5 مرات، يحصل لها ايه؟ لا يحصل لها عطب ابدا. 5 مرات يشوفها الصانع كده ويمر عليها كده. ده احنا بنعمل مثلا دوريات مثلا كل اسبوع كل مش عارف ايه، لا تعرض على صانعها 5 مرات تدخل. ولذلك النبي كان لما يحجبه شيء ويعز عليه يقوم للصلاه، قال له يقول انا هروح لرب اللي خلقني اللي ما فيش فيه حاجه مشكله عليه دي، يروح يصلي. اذا حجبه امر قام الى الايه؟ الصلاه. انت في الصنعه الماديه صنعه اتعطلت بتوديها للمهندس اللي عملها، يقعد ويعمل فيها ويعمل فيها، يمكن بتاع قد كده مسمار قد كده ويعمل لك مش عارف ايه، اللي ما كانش بيغش مثلا يمكن سلك كده يدوق السياره، انما هو يمكن بيقول لك ده الموتور مش عارف بايظ والمش عارف الايه والايه، ويقعد بقى يكمل بالك، ولما تمشي يجيب حته سلك قد كده ويروح حاططها لك هات بقى انت صنعه ربنا وهتعرض نفسك عليه كل يوم 5 مرات، يبقى في عطب؟ لا ما فيش عطب. ولذلك يقول الرسول وجعلت قرة عيني في الصلاة. قرة عيني في ايه؟ في الصلاة. ولذلك قلنا سابقا ان الصلاة لأهميتها لأنها تذكرك بالله كل يوم 5 مرات، ومش بس بتذكرك بالله وتذكرك بنفسك وبقدر الله في الآخرين. يبقى الرئيس قاعد كان وزير ولا مدير ولا رئيس المكتب ولا حاجه، وبعدين الصلاه تيجي نروح كلنا، ان دخلت الاول تقعد في الصف اللي قبله، ولا بيحصل ايه؟ تقعد في الصف اللي قبله. وبعد ذلك تراه وهو ذليل امام الله، وهو يرى انك رايته ذليل امام الله، يبقى ما يتنزعش عليك بعد كده قوي. ده انا شفتك بتعيط عند البتاع، شفتك بتعيط عند الملتزم، ها؟ شفتك عمال مش عارف ايه، خلاص انتهت. يبقى ده استطراق للعبوديه ولا مش استطراق؟ استطراق للعبوديه. ولذلك من اخطر ما يمنى به المسلمون ان كل واحد في المسجد يعمل له مكان يصلي فيه، قالوا يحرسوا بسجاده، وبعدين يتاخر بقى ويجي في الاخر ويروح عشان السجاده محطوطه. لو الناس واعيين بقى كان ساعه ما يشوف السجاده دي ياخدها يلمها كده ويرميها بره ويقعد مفرحه. لان يا اخويا الصف الاول مش علشان تيجي الاخر وتقعد في الصف الاول، ربنا صففها في المسجد اقبالا عليه. قال هو يقعد بده يقعد بقى ويعمل الله ايه هو وتغطى الرقاب ويعمل له مش عارف شغلانه ايه الحكايه دي. نعم. يبقى عايز يعمل استطراق عبودي، استطراق لكل الناس، انت تشوف الكبير والكبير يشوفك وانت شايفه وبتاع وحاجات زي دي. فاذا الصلاه هي، ولذلك قال لك الصلاه ايه؟ ماد الدين، من اقامها فقد اقامه. ولذلك احنا قلنا زمان ان الصلاه لكونها لها هذه الاهميه فرضت بما يناسب اهميتها. كل عبادات الاسلام فرضت بالوحي، نزلت الايه ففرضت بها الا الصلاه. استدعى الحق رسوله الصدق، قال له تيجي بقى عشان عندي كلام مهم هقوله لك. واحنا كنا ضربنا المثل وقلنا الرئيس والمرؤوس لما يكون عنده حاجه تهمه يقوم يعمل له كتاب كده ويقول له او تاشيره يبقى يشوفها، ان كانت اهم شويه يقول له والله في التليفون انا جاي لك الورق الفلاني مش عارف ايه، وان كانت اهم قوي يقول له تعالى عندي عشان في موضوع اهي الصلاه كده. ولما قربه الله اليه بفرض الصلاه جعل الصلاه تقربا الى عباده الى الله. مش انت خدتها قرب برضه، انا عايز الناس يقربوا مني، عايز الناس يقربوا مني. اقم الصلاه لذكري اي لتذكري، لان دوام ورتابه النعمه قد تنسيك المنعم. لكن لما تدخل بعد تسمع الله اكبر وتسمع القران وتسمع مش عارف ايه وتسمع ان الناس ما شغلتهمش المشاغل وجت كده تفتكر ما ربنا ان كنت ايه؟ ان كنت ناسي. واقم الصلاه لذكري